الدكتور الشيخ عمر الكروي رئيس مجلس محافظة ديانة في وكالة كنوز الدولة. مرحبا دكتور. حياك الله. الف هلا، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، كل عام وانتم بخير، بالصحة والسلامة ان شاء الله. الله يحفظك حبيبي. اليوم كانت جلسة وندوة حوارية شملت بين الثقافة وبين الطب وبين الزراعة وبين الصناعة في الوضع في المحافظة. حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دورنا كحكومة محلية كمجلس محافظة ديالى، تم لقائنا اليوم مع الأخوة نقباء النقابات الموجودة على مستوى محافظة ديالى، وتم أيضا اللقاء مع أهلنا وناسنا من المزارعين وشيوخ الأعشار والوجهاء والمثقفين من أساتذة ودكاترة، وأيضا تم الاطلاع على واقع النقابات داخل محافظة ديالى، وتم الاتفاق بأن تكون إن شاء الله في الأيام القادمة اجتماعات متكررة سواء مع الأخوة نقباء النقابات داخل النقابات أو في مجلس المحافظة لغرض طرح بعض الأمور فيما يخص الصالح العام. دكتور، نتحدث عن تأخير انعقاد الجلسات وعن المجلس المحافظة في الوقت الحالي. شنو المعوقات؟ شنو سبب التأخير؟ اجتهادات فردية. كمجلس محافظة يمكن عندنا لحد الآن 22 إلى 24 جلسة في مجلس المحافظة، وأيضا ما يقارب 66 قرار لمجلس المحافظة ما يخدم أهلنا وناسنا داخل المحافظة. هناك بعض الاجتهادات الفردية تكالب على بعض المناصب الموجودة فيما يخص منصب مجلس المحافظة، وبالتالي هناك اتفاقات جاءت هذه الحكومة على طريق الاتفاقات الموجودة. كل الكتل السياسية جلست على طاولة الحوار وتم الاتفاق فيما يخص الاتفاقات السياسية لمناصب المحافظة، منها نواب المحافظ ومنصب المحافظ وأيضا منصب رئيس مجلس المحافظة. وبالتالي هذا الاتفاق يحسم في بغداد وحسم في بغداد، وإن شاء الله الأيام القادمة أتوقع تفرج، لأن أغلب المحافظات في العراق هي معطلة جلساتهم. ومجلس المحافظة مجلس محافظة ديالى أفضل بكثير من بقية المجالس في محافظات العراق. شرفتنا دكتور. حبيبي.